والله يا اخوتنا، والله يا اخوتنا الجزائريين، والله يا اخوتنا راهو نقول اخوتنا ليش؟ لان انما المؤمنين اخوه. انا مو اخوه. نحن معلش يا محمد، انا علي الحلال من ديني، لو رحت على جهنم وشفته في جهنم لا اروح اتعذب في مكان ثاني. انا هذول الجزائر ما بحبهم يا اخي. يا اخي انا ما بحبهم. عارف عليش يا محمد، عارف عليش انا ما زالت تشمل فيا الكلمه هذه، لان في جزائريين فروا من العشريه السوداء وعايشين في ليبيا. والله يا محمد وماني مجبور عليه حلفان، واقسم بالله انسان اخلاق وتبارك الرحمن فيهم يا محمد. رو العموم، رو التعميم لغه فيهم. اسمع تعال نحسبها انا وياك، تعال نحسبها انا وياك بالقلم والورقه. انا لا اقصد لك على الجزائريين اللي عايشين عندي في ليبيا. اسمع هذا الجزائري بفكر حاله بطل، واعلامه مصدره للناس انه هو بطل. ترى هذا الجزائري كائن اذا هيك انفخ عليه بيطير. الله يرحم والدي كان يقول لنا ابيات. بدي احكي لك الابيات اللي والدي كان يحكي لنا اياها. كان يقول: حاسب نفسك وانهيها، وعلى كيفها لا تعطيها. عزة نفسك بين الناس، بتسوى الدنيا وما فيها. ولا تصاحب الأحمق والظنان، صحبتهم بتوطيها. ولا تقول فلان بيك، نسمة هوا بتخفيها. ولا تاكل زاد المنان، دايما بعايرك فيها. ولا تخلي حقك ينداس، لو روحك بتفديها. وقبل تشوف عيوب الناس، شوف عيوبك داويها. والله يا اخوي محمد صدق كلامك واقسم بالله انا في ذاتي كحكيمه. خلوني انا من قبل رو نحب الشعب المغربي، هم زادوا تو انا نعشق الشعب المغربي عشقي للجنه. سبحان الله يا رجل، شعب مسالم، شعب طيب. عندنا مغاربه عايشين في ليبيا، انا نسمع في الكلام عن المغاربه مش مصدق. ليش؟ لاني نلمس الواقع. انا جاري قريب مني، ممكن انا بيني وبينه 4 حيشان، هو الخامس مغربي، واقسم بايات الله 3 ومش مجبور عليه حلفان. من اول ما عرفته لعند اللحظه هذه عمري الرجل ما سمعت منه كلمه رضيئه، ولا شفته يرفع في عيونه في النساء في الشارع. حتى الاطفال لما يمر عليهم يقولوا السلام عليكم يا راجل. انسان انا مش مصدق. لكن لما تعمقت في الشعب الجزائري لقيت القذاره، لا سامح الله وحشاك في الوصف، لقيت القذاره عندها غريبه الشكل. يعني اكدوا لي انهم هم شعب خلق للروث فقط. ثواني نشوف. لا اخلاق ولا منطق. والله جاري مغربي واقسم بالله يا محمد نقول لك حاجه، والله نشوفه في اليوم ممكن 3 مرات. نشوف فيه يطلع في الظهر مع اطفاله او العصر يمشي للجامع مع اولاده للجامع. يا راجل ما تحكمش اولاده الا في المسجد او في المدرسه. ما عندش اطفال في الشارع يتلفظ والقبيحه. يا راجل حببوني في الشعب المغربي، يعني هم انا نشكرهم انهم هم حببوني في الشعب المغربي، مع اني انا من قبل نحبه، لكن زادوا حببوني فيه. اقسم بايات الله 3 زادوا حبوني فيه. ووريته. واي ليبي يشكر الجزائر ابا غافل، او هو من اخواله جزائريين مثلا، او هو جزائري في الاصل عايش في ليبيا، حاجه من هيك. يعني تستغرب ان ليبي يشكر جزائري. انا نستغربها كليبي، نستغربها لانهم شعب طلعوا على حقيقتهم. لا اخوي انا بقول لك شو القصه هاي. اسمع ربنا خلق وفرق، وربنا قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. انا ما عنديش مشكله مع لو كل فلسطيني تحب الجزائر، انا ما عنديش مشكله. انا انسان بمثل نفسي، ما بمثل اي فلسطيني. بس شوف من حكمه الله، قسما بالله العلي العظيم، وصدقني وهذا بحكي الكلام من داخلي. من المغاربه هذا سجل الكلام عندك، سجله. من سينصر فلسطين هم المغاربه، من سينصفهم. ومن سينصف المغرب فلسطينيين. وسجل هذا الكلام عندك، والأيام بيناتنا. لا أنا واحد من الناس مقتنع قناعة تامة فعلا. راتي قلت لك يا أخوي محمد أنا كنت مغشوش. أنا واحد من الناس كنت مغشوش، مش مصدق. كانت العلاقة بين الليبيين والجزائريين بحكم الحكومات جيدة، وكانوا يصورون أنهم هم شعب محترم. مع احترامي أنا مش حنعمم أنهم بالكامل لكن لقيت العكس يا صاحبي. انا واحد من الناس درجه. اعطيك نصيحه تمشي، او دواء مثل ما بنحكي روشيتا بالمعنى الاصح، دواء بالمعنى الاصح. شوف، اذا بدك تعرف اي شيء بيحكيه الجزائري على المغرب ابحث فيه، ستلقاه بالجزائر. خذها بالعكس فعلا، خذها بالعكس مباشره. ابحث عنه ستجده بالجزائر.
فكل وساختهم وكل قذارتهم وكل قرفهم للأسف بيحملوا المغاربة. يعني لو الجزائر قال لك انه اسمع، لو الجزائر قال لك الملك المروق الله، اعرف انه الله موجود بالجزائر تبون. هيك خذها تلقائيا، ما تبحث، ما تغلب حالك. لا فعلا ريس، يعني نتفق معاك يا اخوي محمد. لو هم يتهموا فينا مثلا بالفجور لا سمح الله وحشا للسامعين، ويتهموا فينا بالكفر، يا صاحبي نحن عندنا وزارة اوقاف وعندنا شؤون اوقاف تمنعنا كمواطنين مسلمين ان نتخطوا الدين الاسلامي او نجتزوه. انا ما عنديش في دولتي شخص طلع قال الله توفى. وين الاوقاف؟ وين الاسلام في الدوله هذه؟ انا ما عنديش وزير مثلا ولا شخص مسؤول قال القران ارث ليبي مثلا. انا ما عنديش دوله جابت دارت كعبه في سياره وتتنقل بها من مكان لمكان، وهذا كله بالحجاج بكل، حتى السياره فيها حتى الحجاج راكبين. يعني شوف انت، انا ما عنديش الحاجات هذه. اصبح ملي بعيد عن الدين، يتهموا فينا بالكفر لا سامح الله واستغفر الله العظيم. حرام. خلينا نشوف هاي الاخت اللي معانا من وين. السلام عليكم. علي الحالة المغربية. الله بارك الله فيك يا اخوي محمد على المساحه، ونستاذن منكم يا اخواننا. بارك الله فيك. اختي من كلمة سلام عليكم، انت مغربية. انا مغربيه اخويا وافتخر، وبنت محمد السادس الله يسلمك يا ربي. والله عرفت من كلمة سلام. جيبي جزائرية تقول لك سلام عليكم. يلا تفضل. الجزائرية تطلع تقول لنا طيط 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 ربكم دينكم امكم انتم وانتم نور وانتم. حبيبتي نور، الله يسلم فمك ويسلم البطن. حبيبتي يسعد لي قلبك. واحنا والخليج عامه احنا اخوات، واكثريتهم السعوديه والامارات. الحمد لله. الله يرفع قدرك. والله ما يدخل بين اللحم والضفر غير الوسخ كما تنقولوا احنا. صحيح والله لو صحيح. شاءوا حتى لو عرفتي حياتهم الى يوم القيامه يحاولون ويشعلوا النار والفتنه والخبث والشر بيناتنا مشان يوقعوا بيناتنا. والله عمرهم ما راح يصير، عمرهم ما راح يصير. هم عايشين على واحد النظام خبيث، واحد النظام عسكري مستبد ظالم. والمشكل انهم بيزرعوا لهم بمخهم واحد الثقافه، ثقافه كره لكل ما هو مغربي خاصه. وكأن المغرب هو من استعمرهم 100 قرن، نقول قرن و30 سنه. اوكي. وكأن نعم اخي. اسف. الله مرحبا خويا. لحظة. مشرفين، اي واحد بتعدى حدوده في اطار انه يقول للاخت المغربيه انزلي بس لخك عند ربنا بجيبك دايركت. ربي ينور. لحظه شوي اختي. اي واحد مشرفين بيقول للاخت المغربيه انزلي اسلخوا بلوك، ترحموش برا زدتوا برا. ليش؟ لانه المراه المغربيه مش عار. والله لو بعرف انها مغربيه، انتم بتعرفوا انا ما بطلع مغربيه، كل الناس بتعرف اني ما بطلع مغاربه، وانا طلعت اخونا المغربي عشان انت تنخرس وما تضلكش تكتب بتطلعهاش. طالما الاخت المغربيه طالعه وبتتكلم بادب، شو انت مش يعني انت واصي عليها؟ انت مش فاهم يا اخي؟ الله يرضى عليك، شويه ادب. جيب لي اخ سعودي قال للاخت السعوديه انزلي، لانه عارف بنت السعوديه، فانت هيك بتقلل منها، مش انه انت صارت طالعه خلص اسكت. عيب. اي مشرف واحد بيقول نزلها، لو اخي صديقي برا كتوهم ترحموش. اسف يا اختي تفضل. لا مرحبا خويا مرحبا. بغيت بس قبل ما نكمل داكشي اللي كنت كنقول، شوف غير التعاليق كيفاش كيسبوا فينا، كيسبوا فيا انا لانني مغربيه، وافتخر انني مغربيه، واحمد الله حمدا كثيرا انني مغربيه بنت المملكه المغربيه اللي ملكنا الحمد لله دار لنا الشان ودار لنا القيمه قدام العديان. والعديان انتم عارفينهم شكون هما، اللي مجاوريننا
هم هاد الجيران اللي لا حول لهم ولا قوة، اللي يريدون السوء والشر ويقسموا أرض المملكة المغربية، وحاطين كل جهوداتهم كل أموالهم كل طاقتهم أنهم يقسموا المملكة المغربية، ولكن ربي تولاهم. وهم الآن المشكل تاع الجزائريين أنهم يحسبوا راسهم مظلومين. هذا هو السؤال، أنا أريد بس أفهم كيف تحسبون أنفسكم مظلومين، وأن العالم متربص لكم، وأن العالم عامل لكم مؤامرة، وأن المغرب بيكرهكم. وش المغرب هو اللي حابب يقسم أرضكم؟ وش المغرب هو اللي بيعطي أموال البترول والغاز ويخلي شعبه يموت؟ أنا حبيت بس أفهم. هم مع فرنسا اللي عملت فيهم تجارب نووية، وما راح أذكر كل يعني تاريخ الاستعمار اللي عاشوه والمشاكل النفسية اللي عاشوها في استعماراتهم المتتالية، لكن المغرب ما دارش فيكم هذا الشيء، ومع ذلك بتحبون فرنسا، بتموتون فرنسا، وبتتجنسوا بجنسية فرنسا. وأنا كمغربية أتشرف إني عندي جنسية فرنسية، أنا مغربية وعندي جنسية فرنسية وأحب فرنسا وأموت فرنسا، ولكن أنا مغربية قبل كل شيء، لأني أنا كمغربية ما شفت إلا يعني ما شفتش الشر أنا من فرنسا. إحنا كنا محمية فرنسية، لم نكن مستعمرين، ولم نضطهد من فرنسا، ولم نعيش حروبات مع فرنسا حتى لما كانوا في المغرب. أنا لو كنت جزائرية عمري ما أحط رجلي في فرنسا ولا أتجنس جنسيتهم، ولا حتى. أنا راح أقول لك شيء أخي أبو أميرة وأختي نور، أنا عايشة بفرنسا وأقولها، وعندي جنسية فرنسية ولله الحمد، وعندي جنسية وأنا مغربية وأفتخر. لكن لما كان هذا المشكل السياسي بين فرنسا والمغرب، من جهة يعني عندهم تناقض في الرأي، يعني مع الصحراء المغربية ديالنا، وكانوا هم حابين فرنسا، حابين يكونوا على الخطين، يكونوا مع المغرب وفي نفس الوقت يكونوا مع الجزائر. لكن مالكنا الله ينصره ويطول في عمره خلاص قال أنا ما بدي هيك يعني توجهات، أنا يا إما تكونوا معنا يا إما تكونوا ضدنا. ولذلك 3 سنين والرئيس الفرنسي وهو يتوسل، العالم كله شاهد على هذا، يتوسل يجي للمغرب. حتى لما صار زلزال في المغرب، لدرجة أن محمد السادس الله ينصره لم يجيبه ولم يعيره أي اهتمام، رئيس فرنسا توجه بخطاب خاص للشعب المغربي، وهذا لم يحصل أبدا في أي دولة في العالم، أن رئيس دولة يتوجه لشعب دولة أخرى، لأنه حابب أنه يدوز للمغرب بأي طريقة، يتمنى رضا المغرب. احنا لم نكن عبيد لفرنسا مثلهم. حياك الله. الله يحفظك خويا. لما المغرب أو بالأحرى ملكنا الله يحفظه حط شروط، وهم حاليا بيسبونا على اساس احنا استقبلنا ماكرو، احنا ويحطوا فيديوهات اشياء يحطوا علينا على اساس ماكرو هو اللي حاكمنا في المغرب، وان ماكرو هو رئيسنا ولا ما اعرف شنو. المهم انتم تعرفون تدرون على كل شيء. هم ما شافوش ان المغرب بيربي اوروبا، ربى فرنسا كما ربى اسبانيا والمانيا، وهذا موجود. احنا ما بنطلع شيء مثلهم، بنكذب ونطلع في التيك توك وفي المواقع التواصل ونقول احنا. المغرب قليل الكلام، احنا المغاربه قليلين الكلام وكثيرين الافعال. ولما الله يعزك ويعز المغرب وعاش الملك. الله يحفظك اخي الفلسطيني، الله ينورك، والفلسطينيين فوق راسنا وتاج راسنا. الله يعزك يا اختي، الله يعزك. والله يخلي كل احبابنا اللي يحبونا نموتوا عليهم كل العالم بيحبوكم. الله يحفظك وينصر دينك يا خويا. ولكن لما الملك حط شروط، وبينهم الصحراء المغربية اللي هي قضيتنا الأولى والأخيرة، والله لو انطبقت السماء مع الأرض، وأنا كمغربية امرأة حرة والله ما أخلي فيها ولا شيء، ولا رب حبة رمل تروح. أنا مغربية ونقولها، وأنا عايشة في فرنسا، واللي يحب يشوفني. أنا ما عنديش أنا ما عنديش، أنا الحمد لله أنا امرأة حرة مستقلة، وعندي الروح الوطنية، وعندي حب الوطن وحب الملك. عندي حب الملك كحب أبي إلي أو أخي، أن اللي يجبد لي ملكي
والله العظيم والله العظيم ما نعقلش عليه. وانا صرات لي كثير اشياء في خلينا فرنسا. نعطي كلمه للاخ محمد سهيله. اوكي يا اخي، اوكي يا اخي، اوكي اسف. اوكي يا اخي، مرحبا اخويا، الله يحفظك. الله اوكي يسعدك.